السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم من جديد على القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبأتم صحة وسعادة وعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله. كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم غادي نقصح لكم واحد الصينيه ديال البطاطا في الفران اللي كتجي معسله بنينه زوينه بدون دجاج بدون لحوم بدون اي اضافات، كتجي زوينه بزاف. فخليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الصينيه ديال البطاطا اللي كتجي خطيره جدا في المذاق. صراحه كتجي معسله ومقرمشه من اروع ما يكون. عندي هنا كيلو ديال البطاطا قطعتها على هذا الشكل هكذا دوائر رقيقه شويه، وعندي حبه ديال البصله اللي غادي نقطع عليها حتى هي على هذا الشكل هكا. هاد الاكله ساهله جدا واقتصاديه وكتجي بنينه صراحه زوينه بزاف. قطعوا البصله كيف ما بغيتوا، انا تعجبني نقطعها هكذا. الطياب كامل ديالي كنعجبني نطيبها نقطعها على هذا الشكل. صافي بعد ما قطعت هكذايا البصله على البطاطا غادي نزيد عليها واحد جوج معالق كبار هكذا ديال الطحين، وغادي نخلطهم هكذا مزيان حتى يتلبسوا كاملين بالطحين. ديك البطيطه ولا البصيله او ديك البطاطا والبصله كنلبسوها كامله هكذا بالطحين. حنا الفاس ضروري كنديروا تصغير للكلمات، بحال دابا البطاطا كنقول لها بطيطه يعني عاده وصافي. كانت كتقول لي واحد صاحبتي نتوما ديما كتديروا تصغير للكلمات، هذه بطيطه هذه قريعه هذه بزاف ديال الاسماء كنقولهم هكذا بالتصغير. من بعد غادي نخليهم هكذا جانبا وناخذ الاشواط ديالي. غادي ندير فيها واحد الحبه ديال المطيشه تكون كبيره شويه، هكذا بهذا الشكل. غادي نزيد الربيع، قيس واحد جوج معالق كبار هكذا ديال الربيع مقطع. وبالنسبه للتوابل فغادي ندير الملح، الابزار، الكمون، الفلفله حمراء او التحميره حنا كنقولها فلفله حمراء، ولا القزبر يابس هكذا مطحون. غادي نزيد كذلك بودره الثوم، ممكن تعوضوها بواحد جوج سنينفات هكذا ديال الثومه محكوكه. صافي غادي ندير واحد ربيع كاس هكذا ديال الزيت. صافي وغادي نطحن هاد المكونات كامله. صافي وغادي نخوي هاد الشرمله اللي وجدت على هاد البطيطه والبصيله ديالي، وغادي نخلطهم هكذا مزيان حتى يتلبسوا في بهاد الشريمله. يعني الخضره ديالتنا غادي تلبس بهاد الشريمله كامله. صافي وغادي نديرها في الطاوه ديال الفران. صافي كنقاد البطيطه ديالي هكذا والبصيله اللي شرملت في الطاوه اللي غتدخل الفرن، وغادي ندخلها الفران اللي سخون مسبقا. طيبت الخبز وخرجته، وغادي ندخل البطيطه ديالي طيب. غادي نغطيها عليها من طبيعه الحال بابي كويسون بابي الومنيوم وندخلها طيب. غادي نزيد قبل شويه د الماء زدتو على ديك الشرميله اللي بقات هنا في البينيو صافي باش طيب مزيان. وصافي وندخلها الفران. شوفوا لي البطيطه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران كي جات، يا سلام، جات معسله ومحمره كيف ما قلت لكم تماما. كتجي صراحه زوينه بزاف، كتجي ديك البصله معسله
وبنينه بزاف. شوفوا لي كي كتجي البطيطه طايبه، كتجي واحد التعسيله، يا سلام. البصله معسله، البطيطه طايبه ومزيونه. وما خداتش وقت بزاف في الفران، دغيا طابت، خدات 25 دقيقه فقط. وعلى فكره انا قلت لكم غادي نغطيها ببابي كويسون وبالومنيوم. من قلبت ما لقيتش عندي البابي تقاضى، فدرتها هكذاك، ما غطيتها ما حتى حاجه في الفران على درجه ديال 200، وطابت يعني بسرعه 25 دقيقه، ما خداتش الوقت بزاف، وجات هكذا على هذا الشكل كتجي صراحه كيف ما قلت لكم معسله وزوينه. فكنتمنى نجربوها ان شاء الله بحول الله. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ونال استحسانكم وتجربوا هاد البطيطه اللي كتجي زوينه بزاف. تبقاو على خير، السلام عليكم في وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله.